اهلا بكم مع لقاء مهم جدا جدا مع حبيبنا الاستاذ محمد بمشتى البستان. طبعا هو في زياره النهارده كده سريعه، شرفنا طبعا. كنا بقى لنا فتره طويله عايزين نتقابل، وطبعا سبحان الله الصدفه جابته برجليه لحد هنا، وهو منورني طبعا ومشرفني وعلى راسي من فوق طبعا، والبيت بيته والمكان مكانه في اي وقت اهلا بيه. فطبعا هو عايز ياخد جوله سريعه كده ويبص على ايه، على السطح بتاعنا ويشوفه. طبعا اللي شفتوه قبل كده كلكم، في عندنا حواض طبعا زي ما انتم شايفين، حواض موتوسيكلات اللي هي السحارات والحاجات ديت. انا هسيبه بقى، وعايز كان هو عايز يتكلم في حاجه معينه يتكلم، لان انا اتكلمت كتير على الحاجات دي. يا باشا انت عايز تتكلم فيه، يا باشا انت حر اللي انت البركه. عايز تتكلم فيه مفيش اي مشكله، عايز انت عايز تقوله الحاجه قدامك اهيت. ربنا يبارك لك يا استاذ. وطبعا يا جماعه ما ننساش مشتى البستان ما شاء الله فيه اشجار كويسه جدا متنوعه ومش بعيد، وتوصيل بيوصل حاجه لحد ايه، اللي عاوز يزرع اي حاجه اشجار بيوصلها. انا شفت ان هو بيوصل لاماكن بعيده بصراحه، فاللي محتاج اي حاجه يتواصل معاه يوصله لحد عنده ان شاء الله يعني. شكرا يا استاذ. اتفضل معانا، تعالى عندنا. تعالوا كده يا جماعه نتفرج كده على الاستاذ ابراهيم النهارده بقى يا جماعه. يعني هنتابع مع شخصيه محترمه، عملاق من اعمال يعني الناس العمالقه على في زراعه الاسطح. هنا في النهارده في كفر الشيخ هنتواصل مع الاستاذ ابراهيم، وهسيبه ازاي يعني يشرح لحضراتكم طريقه زراعه الفاكهه او زراعه الخضروات. هتستفادوا منه كتير وهتستفادوا منه جدا. واستاذ ابراهيم نورتني في مبادره مشتى البستان، واستاذن حضرتك انت اللي تشرح. الله يخليك يا استاذ. استاذن حضرتك تشرح للناس اللي بيتابعوني على قناتي في مبادره مشتى البستان، انت اللي تشرح. تمام، احنا هنتكلم بس النهارده على حاجه واحده، لان احنا نزلنا قبل كده حاجات كتير واتكلمنا عنها. تمام. وبعد كده نعمل حلقات لكل حاجه منفصله. مفيش مشكله. اللي انا عايز اتكلم عليه بالنسبه للناس اللي بتزرع بالذات الايام ديت، الجرجير والشبت والكزبره والحاجات دي، نزلت على حلقه. تمام. ولكن بشوف ناس تانية زرعه بطريقه خطا. اما يجي يزرع ما تملاش ايدك بذور وترمي على التربه وترجع تعيد تاني. تمام. هيطلع كثيف جدا بين لازق في بعضه، فمش هيديك مجموعه ورقيه كويسه. تمام. المفروض تبقى انت زارع تعمل حسابك ان بين الشتله والثانيه او العود والعود 5 سم على الاقل، بالنسبه للجرجير، بالنسبه للكزبره، بالنسبه للشبت والرقيات دي كلها. تمام. 5 سم و5 سم شويه، بس انا بقول 5 لان عارف انت هتحط اقل من 5. تمام. انا بقول 5 مبدئيا. طب لو انت بدرت وطلع معاك تقيل وهو على ورقتين، ابدا خف وما تخافش، هو هيوصل بعضه تاني ويديك ورقه كثيفه ورقه ممتازه جدا جدا. تمام. هي ما تقلش. عمق التربه المفروض لا يقل عن 15 سم، تمام. هيديك ورقه كويسه. حاجه ثانيه، ناس سالتني بتتكلم معايا بتقول لي طيب ايه، بقول لهم سمد عضوي. سمد عضوي بيقولوا يعني ايه سمد عضوي؟ طبعا تسميد عضوي يا جماعه محتاج حلقه واثنين وثلاثه، ولكن سريعا هقول لك سمد عضوي يعني ايه. وانت بتجهز التربه هيكون عندك السماد العضوي بيتكون من، قلنا روث مواشي، حمام زبل حمام، اوراق شجر جافه، ثمار خضروات وثمار فواكه، كل المخلفات المطبخ. حط ده كله واعمل له كاميرا وسيبه 3 شهور يتحلل. بعد كده يتحول اللون البني، اصبح متحلل تماما. هبدا اضيفه للتربه واقلبه عليها، وفي القاع ورق شجر. وفي الحاله دهيت اخدت تربه خصبه جدا جدا هزرع فيها الخضروات بتاعتي، مش محتاجه تسميد تاني لحد ما اشيلها. تمام. طول الفتره اللي عندي ده بالنسبه للخضروات والفاكهه بتاعتي اللي في فصل الشتاء، لا هحتاج اسمد لا بين بيكيه ولا اي حاجه خالص. تمام. كل تسميتك انت حطيته في التربه من الاول. تمام. هتلاقي عندك الجرجير يوم يومين وبيتحرك معاك وبينمو. وبلاش ازرع جرجير في قصيص صغير واحط مليون واحده في القصيص وهي كله طالع ورقتين واصفر، يقول لك واصفر من ايه؟ اللي من الميه ولا شويه. لا يا جماعه مش من الميه، هو الكثافه بتاعته مع شويه ري مش هيكبر، هو هيتحرق مكانه اساسا. تمام. وان شاء الله لنا لقاءات كتيره جدا جدا، وهنتكلم عن حاجات كتيره جدا بالتفصيل بالنسبه للزراعه والاشجار والخضروات والفواكه، كل ده هنتكلم فيه. والتقسيم نفسه ان شاء الله هعمل له حلقات مفيده، واحنا قبل كده اتكلمنا عنه، ولكن عملنا حلقه واحده بس دي بدايه ازاي اختار شجره اعمل لها تقسيم. بعد كده عندي كمان 3 حلقات لسه هتكلم فيهم مرحله بمرحله عشان نمشي مع بعض كلنا ان شاء الله. طب استاذ ابراهيم اسمح لي كده، معلش عايز اوري الناس المتابعين. شايف عندك هنا خيار، بسم الله ما شاء الله يا دي جماعه. نهايه خيار، نهايه الخيار اهو يا جماعه. هو المفروض صيفي اهو فخلصان زي ما حضراتكم شايفين كده. هو نهايه خيار اهو صيفي اهو يا جماعه. تمام. يا ترى بيشطب لان هو زي ما انتم شايفين كده. نرجعه تاني اهو، يعني راجع تاني نغطي من تحت الخيط، هو لانه كان طلع فوق ونزل تاني، بس هو المفروض يتشال لانه خلاص الجو برد. تمام. خيار صيفي مش شتوي، فمش هينفع اساسا، لازم اغطيه بصوبه. تمام. فانا مش مغطي بصوبه، فانا هشيل. تمام. لانه هو خلاص يعتبر منتج. ده كرومب اهو، معلش. طب اسمح لي يا استاذ ابراهيم معلش، يعني تلقائي كده استفيد من خبره حضرتك برضو في زراعه الاسطح هنا على سطح حضرتك النهارده. شايف عندك ليمونه مقزمه، اسمح لي برضو نتكلم عليها سريعا على قناتي برضو. ما فيش ادنى مشكله. التقزيم يا جماعه زي ما قلنا هنتكلم عنه ان شاء الله بالتفصيل.
ده ليمون. طبعا هو الليمونه دي عمرها بالظبط في الشغل حوالي سنتين. شغل تقزيم طبعا فيها تظهير، طلع اهو تظهير مخالف اهو بيطلع في طول السنه. تمام. معايا في الشجره اهو في تظهير، هات كده نور هنا هادي كده بدايه تظهير تاني معايا اهو في الشجره فيها الاسمار قدامي اهو. دي بواقي اسمار، طبعا اسمارها كان كتير جدا وبناخد منها اللي بيصفر كان بينزل لوحده. التقزيم مراحل زي ما قلنا بقى، بنختار هقزم ايه. تمام. لازم تكون المسافه دي زي ما قلنا قبل كده ما تزيدش عن 20 سم. تمام. في افرع متماثله فوق، وبعد تمام. كده بقص فوق وبقص جذور. تمام. ده شغل على الشجره، ولكن كل حاجه لها وقت معين، يعني قص تقليم الجذور لوقت والورق فيه لوقت تاني. انا تمام. هتلاحظ فوق انا قاصص اهو، قاصص الشجره ومظبط، لان المفروض تديني تصوير بعد كده. تمام. تسميد الفتره الجايه اما اجي اسمد الفتره الجايه هسمد، احط تسميد عضوي يكون فيه الفوسفور عالي. تمام. تمام، عشان نسبه التصوير بتاعتي. تمام. بعد ما بيظهر بشتغل على الشجره طبعا، بس بعطش الاول. تمام. بشتغل بعد كده بعد العقد بقى على بوتاسيوم وحاجات تانيه برضه عضوي، كله عضوي. وطبعا عامل السماد العضوي، عامل له شاي كومبوست من الكومبوست المتكامل موجود عندي بره هناك اهوت، طبعا ممكن نبقى نبص عليه عادي. وعامل ثمار موز لوحده، وعامل غوص بتاع اللي هو الزبد الحمام لوحده عشان النيتروجين. تمام. بنحب. وبرضه معلومه بحبها يا جماعه، لما يبقى عندك تظهير ابعد عن النيتروجين، هسقط لك التظهير كله بالكامل. طيب. ابعد عنه خالص، حط بوتاسيوم، حط بورون، حط فوسفور، حط كالسيوم. لما تيجي تسمد الحاجات دي كلها واحده واحده بالتتابع طبعا هيديك يحافظ على الزهره بتاعتك زي ما شفنا. هنيجي نشوف هنا اللي عندي مثلا العنايد بتاعتي، التصهير بتاعي موجود عندي في الطماطم، مع ان الطماطم دي يا جماعه صيفي بس ما شاء الله شغاله اهي في الشتاء، وعاطي عندي انتاج اهوت. قرب الكاميرا من دي كده، شوف اهي الطماطم اهي. المفروض اللي بتديني هنا العنايد بتاعتها خمسات كلها، لان الطماطم فوق ناجين نوع معين. النوع ده يا جماعه يعني ما شاء الله في الصيف، هو انا زرع مخالف في الشتاء بس هغطيه ان شاء الله، يبقى انتاجه فيه. طب استاذ ابراهيم اسمح لي كده اوريهم الطماطم الشير، معلش تعال. اخر لقاء كده معلش. هي بتشطب طبعا زي ما احنا عارفين، اه. هي بتشطب طبعا لسه ما زالت فيها اسمار اهو، وطبعا وصلت فوق في الصدر ربنا لتحت تاني. هي المفروض تتشال ولكن انا مش عاوز اشيلها ليه؟ فيها اسمار كتير لسه ما زالت ما شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين كده كده بالكاميرا هنا يا مصطفى كده اهوت العنايد بتاعتها ما شاء الله، يعني خمسات يا جماعه، اللي يلاحظ كده خمسات اهي. يعني عنايتها ما شاء الله اكتر، وساعات بتوصل 13 كمان يعني. تمام، ولكن كميه الانتاج اللي فيها مش عايز اشيلها لان انا سايبها وخلاص. ونيجي نبص ورقه ثانيه يا مصطفى عندك الناحيه الثانيه كده.